النهاردة مش هنتكلم عن فيلم معالي الوزير كفيلم سياسي ساخر، لا، احنا هنتكلم عن فيلم نفسي مرعب، فيلم عن الكوابيس، عن السلطة وعن الفساد، عن راجل كل ما يطلع لفوق يغرق لتحت أكتر وأكتر. والسؤال اللي هيفضل معانا طول الفيديو هو إنه رأفت رستم كان خايف من إنه يتحاسب ولا كان خايف يواجه نفسه؟ بص يا سيدي، أول حاجة لازم نقف عندها هنا في فيلم معالي الوزير إن الفيلم مبني على فكرة عبقرية جدا في بساطتها. راجل اسمه رأفت رستم بيتم اختياره وزير بالغلط، وده بسبب تشابه الأسماء، فيلاقي نفسه فجأة بقى معالي الوزير، وبدل ما يقول يا جماعة في حاجة غلط، الراجل بيقرر يستغل الغلط ويكمل. ودي لوحدها فكرة عظيمة من وحيد حامد، لأن وحيد حامد هنا ما بيقولكش إن الفساد دايما بيكون بخطة شيطانية كبيرة. أحيانا الفساد ممكن يبدأ بغلطة صغيرة، بباب اتفتح، ولكن الاختبار الحقيقي مش في الغلطة، الاختبار في رد فعلك عليها.